تعالى وشوف ايه اللي حصل، مش من آلاف السنين، لا من قريب قوي في مصر. حاجات لما اتكشفت خلت العلماء يقفوا وخلت الناس تسأل، هو احنا فعلا عارفين تاريخنا ولا لسه في حاجات مستخبية تحت التراب وتحت العقل؟ في آخر سنين العلم دخل على خط تاريخ مش بالفرشة لكن بالليزر والأجهزة الحديثة. وهنا الصدمة الأولى ظهرت ورا جدار في مقبرة توت عنخ آمون. الأجهزة رصدت شقوق ومساحات فاضية. العالم نيكولاس ريفز قال ممكن تكون دي مقبرة نفرتيتي نفسها لسه ما اتفتحتش، ملكة اختفت من السجلات وربما مدفونة على بعد مترات من أشهر مقبرة في العالم. والسؤال، لو الغرفة دي اتفتحت التاريخ هيحتاج يتكتب من جديد؟ في قلب القاهرة كان في مكان مستخبي فيه آلاف الوثائق، رسائل، عقود، حياة كاملة اسمها جنيزة القاهرة. لكن في أواخر القرن ال19 الوثائق دي اتهربت وخرجت بره مصر واستقرت في جامعات أوروبا. تاريخ كامل اتسحب من تحت رجلينا من غير ما حد يحس. العلم الحديث اكتشف حاجة أغرب. المصريين القدماء كانوا بيعالجوا الجروح بالعسل وكانوا بيستخدموا خبز متعفن فيه مادة شبه البنسلين لعلاج العدوى. يعني ببساطة عرفوا المضاد الحيوي قبل ما العالم يسميه. بس مش كل اللي طلع كان علم وحكمة. في أماكن لسه فيها ناس مصدقة إن الكنوز بتتفتح بدم، ذبح أطفال قرب المقابر قربانا للجن علشان الذهب يطلع. خرافة تحولت لجريمة حقيقية في عصر المفروض إنه عصر وعي. وفي نفس الوقت طلعنا على فتاوى حيرت الناس، تحريم حاجات عادية، تفسيرات صادمة، وجدل ما بيخلصش. سؤال بسيط، هو الدين بيتكلم ولا البشر اللي بيتكلموا باسمه؟ في الثلاثينيات ظهر مشروع اسمه جامعة المرأة الجديدة، كلام كبير، دعم، تطوير، نهضة، وفي الآخر طلع وهم ونصب وتبرعات راحت في الهوا. حتى الأحلام كان ليها نصابين. ويمكن أشهر كذبة سمعناها كلنا إن أنف أبو الهول مش نابليون اللي كسرها، اللي دمرها كان شخص متعصب قبل الحملة الفرنسية بمئات السنين. يعني الضرر كان مننا قبل ما يكون من الغريب. القطط ما كانتش حيوانات أليفة بس، كان اسمها نيو وكان ليها مكانة مقدسة وتتحنط وتدفن باحترام. حيوان لكن مكانته أعلى من بشر كتير. مصر مش بس تاريخ قديم، مصر قصة لسه بتتحكي، علم، خرافة، سرقة، حكمة وجنون. والسؤال الحقيقي، احنا جاهزين نعرف الحقيقة ولا في أسرار الأفضل تفضل مدفونة؟